عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم في هذا الفيديو هذه غادي نعمل لكم جوله في زبارتين صدرات. بزاف ديال البنات اللي كيسولوني منين نقدروا ناخذوا حويجات ديال الحلويات، وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا على اللباسات المحتشمين ديال المحجبات او اللباس التقليدي ديالنا ديال المغاربه. اليوم عملت لكم فيديو هكا كتكتشفوا معايا هذا الشارع هذا بصراحه رائع البنات، فيه حويجات غزالين. بحال كاين محلات كتار ديال المغاربه اللي كيبيعوا اللباس التقليدي ديالنا، مخبزات كيف ما شفتوا معايا هنايا كلشي كتلقاوه، للحلويات المملحات داكشي غزال عندهم واللي كيتسارى تما. يعني سواء في هاد الوقيته ديال رمضان بالنسبه للافطار تقدروا تفطروا تما، اولا في الايام العاديه الاكل المغربي كاين مطاعم كتار، وفطور الصباح عندهم داكشي غزال، كتحسوا بداك الاجواء بحال راكو في المغرب. وحتى بحال الشكل ديال غي دو بغابون في بروكسل، ولا ابدا سترات في اونتورب، بحال هذا الشكل. وما شاء الله هذا الشارع هذا كل مره كيتزادوا المحلات، محلات كتار، سواء ديال العبايات ديال الجلالب، اللباس التقليدي، كل شيء. كثروا المحلات، حتى المحلات ديال المجوهرات ديال الذهب، ما شاء الله كثروا. السوريين تما حالين محلات رائعين ديال المجوهرات، وبزاف ديال الحويجات اللي كاينين تما، والاتراك الاواني وحتى المغاربه. يعني كل شيء كتلقاوه هنايا، ما بقاش يعني الواحد كيحتاج شي حاجه من المغرب، ولا تقدروا تاخذوا كل شيء من هنايا. صراحه غزال غزال. اللي ما كيعرفوش هذا الشارع هذا يضربوا فيه دوره، سيرتو الناس اللي قرابين لروتردام، راه فيه كل شيء، اي حاجه كتحتاجوها ديال البلاد راه عندهم هنايا. المحلات اللي فتحوا جداد، هاد المطحنه هذه ديال التوابل والقهوه، في الصراحه عجبتني بزاف، وكنا محتاجين لها هنايا في هولندا. كيف ما كتشوفوا معايا عندهم كل شيء جديد، كيف كتشوفوا الورد باقي في اللون ديالو غزال في المغرب، وما كنلقاوهاش هكا في هذا اللون هذا. والاعشاب عندهم كل شيء، الاعشاب العطريه كاملين، كيف ما كتشوفوا معايا كل انواع العطريه، وحتى الاعشاب يعني مخلطين هكا كيطحنوا لكم تما كتاخذوهم، يعني كيكونوا طريين. والريحه تما عرفتو كتحمق بحال راكو في المغرب تماما. يعني كنا محتاجين لشي مطحنه بحال هذه. وحتى القهوه واحد الريحه كتطلع منها، كيطحنوها تما جديده. عندهم داكشي بلدي، حتى زيت الزيتون، العسل الحره بجميع انواعها. حتى بالنسبه للطحانه ديال زمان ديال الحجره كيف ما كتشوفوا عندهم، وبزاف ديال الاواني التقليديين ديال الطين كيف ما كتشوفوا معايا. وحتى الطويجينات ديال الحرشه ديال مدينه وجده عندهم صراحه غزالين. هادو الحرشه كتطلع بهم فن البنات، بصراحه محل رائع. عندهم بزاف ديال الحويجات اللي تحتاجهم اي مره في المطبخ ديالها. حتى بالنسبه كيف ما كتشوف معايا هذاك اللي كيحتاجوه للرايب، الفلون، بزاف ديال الحوايج، السمن البلدي، الخليع، ما شاء الله عندهم داك الشيء غزال. حتى بالنسبه للاواني كاين محلات كتار، واحد المحل اللي مغربي كبير ما شاء الله، عندهم كل شيء تما. طواجن، الاواني الراقيه، داك الشيء زوين بزاف، الكيسان في اشكال وانواع. وحتى بالنسبه للبرارد في جميع الوانها، حتى الاواني التركيه عندهم داكشي غزال البنات، وباثمنه جد مناسبه. يعني داكشي عندهم رائع، اي حاجه كتحتاجوها كتلقاوها عندهم. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على الكويطات ديال الكاطو، راه غادي تلقاوهم حتى هما هنايا. راه كاين بزاف ديال المحلات اللي كيبيعوا اللوازم الحلويات، سواء هكا كويطات ولا الحوايج اللي كتسوقوا بهم الحلويات ديالكم. كل شيء كاين في هذا الشارع هذه، كتلقاو كل شيء اللي كتحتاجوا، حتى لي بلاطو ديال الحلوى. وبالنسبه حتى لهذوك السيليكون اللي تعدلوا بهم لي بونبون، راه ما شاء الله كاينين شكيلات وانواع. بالنسبه للديكورات حتى نتاع الاعياد، كل شيء كاين هنايا ديال المناسبات. مهم كتلقاوها في هذا الشارع هذا، يعني اي حاجه كتخصنا كاجانب وكمسلمين كنلقاوها هنايا. وبالنسبه كيف ما كشفتوا معايا الاواني، يعني ما كتخص حتى
حتى شي حاجه الواحد كيتقل راسو، واخا كيكونوا شويه زايدين في الثمن على المغرب، ولكن كنجيو تشوفوا هذاك الثقل اللي كنهزوه معانا واللي كنجيبو معانا، سيرتو الواحد فاش كيمشي في الطياره ولا حتى في الطوموبيل كيجي مضيق راسو. يعني هذاك الفرق نتاع الثمن كيحطوه هنايا وكياخذ حوايجو قراب. كيف ما شفتوا كلشي اللي كاين في المغرب راه كاين هنايا. هاد المرات كاين شي حويجات يعني اللي كيختلفوا، وتكون شي حاجه اللي يهنيك حتى الا جابها مع اهل واحد ما فيها باس، ولكن الحويجات اللي كيكونوا هنايا ناخذوهم قدامنا. بالنسبه لهذا الشارع البنات راه كبير كبير بزاف، وفيه محلات كتار. غير الملابس ديال المحجبات كاين محلات ما شاء الله كتار، وكل مره كيتزادوا المحلات جداد. والاواني كاين بزاف، كاين المغاربه اللي حالين محلات تما، كاين اتراك، وحتى الاثاث كاين بعض المحلات اللي كيبيعوا الاثاث المنزلي والديكورات والطلامط يعني والسدادر، يعني اي حاجه كتحتاجوها للبيت ديال الاجانب كاينه تما. وبالنسبه لهذا الشارع هذا اللي ما كيعرفوش، فقط ديروا زفارتين سترات راها في روتردام، غادي تكتشفوا هذا الشارع هذا راه زوين بزاف. حتى اللي بعيد وماشي من النواحي ديال روتردام يجي يعمل فيه جوله. راه كيف ما قلت لكم فيه اي حاجه تحتاجوها تلقاوها تما، من الملابس، الديكورات، اواني والاثاث، وحتى المجوهرات. كيف ما قلت لكم بزاف ديال المحلات ديال السوريين اللي حلوا تما وراهم معروفين، يعني عندهم داك الشيء غزال. تجيو تاخذوا افكار. وحتى المطاعم، الواحد من كيكون خارج يبغي يتسارى يجي حتى لتما، كيقدر يتعشى تما اولا يتغدى تما. بصراحه زوين بزاف، كتحسوا بالاجواء ديال المغرب بحال راكم في بلادكم، يعني ما كتحسوش براسكم بلي راكم في بلد اجنبي. صراحه رائع. حنا هذا شحال كنا كنمشيو حتى لبروكسل من كنتوحشوا هاد الاجواء. ولا عندنا حتى هنايا في هولندا كاين في امستردام واحد السوق كبير في بيفرفيك، فيه حتى هو كل شيء هاد الحويجات هادو صراحه زوينين. الواحد فاش كيقنط ويتوحش البلاد يضرب دوره في هاد المحلات هكا، شويه كيحس بديك الريحه ديال البلاد. نتمنى انني في هاد لا فيديو هادي نكون فدتكم. اي تساؤل اي استفسار خليوه لي في التعليق، اكيد غادي نجاوبكم. وغادي نخليكم مع تتمه الجوله، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.